السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الباشمهندس. في سنة 1925 شركة معجون الأسنان بيبسودنت طورت مبيعاتها من 7% ل 65% من الأمريكان بقوا بيستخدموها بشكل يومي، وده حصل بسبب حملة إعلانية عبقرية من كلاود هوبكنز. الناس بقى بتوع البيزنس يركزوا معايا، اللي الراجل ده عمله ببساطة إنه حول فكرة معجون الأسنان من منتج الناس بتشتريه لإنه بقى عادة الناس بتعملها بشكل يومي. وعلشان نفهم اللعبة اللي الراجل ده لعبها لازم نفهم الاول يعني ايه عاده. العادات هي تصرف انت بتعمله اوتوماتيك وبدون وعي، وعلشان نفهم يعني ايه عاده لازم نفهم هي ازاي اصلا بتحصل. اي عاده في الدنيا بتعدي على 3 مراحل. الكيو ده حاجه بتحفزك انك تعمل حاجه معينه، زي مثلا لما المنبه يرن وانت نايم، ده بيخليك تعمل بيهيفير او تصرف معين انك تقفله. وثالث حاجه بقى هي الريورد او المكافاه، وهي انك هتنام 5 دقائق زياده، والمكافاه دي هي اللي بتخليك تعمل نفس التصرف لما يجي لك نفس الحافز. ولف بينا يا دنيا كيو بيهيفير ريورد لحد ما تبقى عاده عندك. قيس بقى الكلام ده على اي عاده انت بتعملها. لو انت مثلا صاحي مش فايق، فده كيو بيحفزك انك تعمل تصرف معين، انك مثلا تروح تعمل قهوه وتاخد المكافاه بتاعتك انك هتفوق والدوبامين هيضرب في جسمك وتتبسط. فكل لما تبقى مش فايق هتعمل نفس الحاجه والموضوع يتحول معاك لعاده. بص بقى على اي حاجه بتعملها هتلاقيها كده نفس الفكره اللي عملها كلاود هوبكنز.